اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على مميزات في الايباد. لو انت ما تعرفهاش يبقى فايتك كتير جدا. اغلب الناس بتسيب الايباد على الاعدادات المصنع لما بيشتروا بيها، ولكن في حركات او في تريكات على السفاري مثلا، او حاجات بتعملها بالابل بنسل بتزود الانتاجيه وبتزود استخدامك للايباد وبتخليه احسن بكتير. النهارده في الفيديو هنشرح الحاجات دي بالتفصيل. خليك معايا لغايه الاخر علشان تستفيد. واول حاجه معانا وهي السفاري. في السفاري عندي لو انا فاتح فوق كده تابات كتير، وكل ما افتح تابات اكتر الدنيا بتزحم عندي وبتبقى زحمه اكتر ان انا الاقي التابه اللي انا عاوزها. بكل بساطه هتشد تحت كده، انت هتبقى حاطط السفاري تحت، هتدوس عليه دوسه هيفتح لك الويندو دي. الويندو دي تقدر انت تضيف عليها من السهم اللي فوق هنا كده، هيضيف لك صفحه جديده خالص للسفاري. تقدر انت لو فتحت عليها ويب سايت مثلا كده، التابه هتبقى واحده بس للويب سايت اللي انت فاتحه بيها. طيب لو انا عايز ارجع تاني، بكل بساطه هدوس على اللوجو بتاع السفاري تاني، هيرجعني للصفحه دي. طبعا لكل واحده انا حاطط فيها مثلا تابس خاصه بيها، لو رجعنا كده هيرجعني للتابات دي. ويبقى كده ان انا ما زحمتش نفسي وفصلت كل تابة سفاري عن التابة التانية. وهنا تحت خالص كده بيقول لك ايه الموقع اللي انت فاتحه. هنا ابل، هنا مثلا ابل، هنا فاتح ستارت بيج زائد في 5 صفح اذر 5 اذر تابس. يبقى اعرف ان دي فيها كذا واحدة، دي فيها واحدة واحدة وهكذا. طيب وتاني حاجة في السفاري برضو وهي النزول السريع او الفاست سكرول. لو انا مثلا عندي صفحة زي دي كده وعايز انزل تحت خالص، لو اقعد اعمل سكرول سكرول سكرول، لو صفحة كبيرة هاخد وقت في السكرول عقبال ما انزل تحت خالص. بكل بساطة في تركاية تقدر انت تنزل تحت او تطلع فوق بسرعة جدا، وهي الخط ده اللي بيظهر وقت السكرول، ده السكرول بار. اول ما تدوس عليه دوسة طويلة بايدك بالشكل ده هتلاقيه كبر معاك شوية، تقدر ان انت تنزل بيه او تطلع بيه بكل سهولة. هينزل تحت خالص او هيطلع فوق خالص لاول الصفحة. اللي بعد كده لو انا عندي خط زي دون وعاوز اكبر الخط اللي في الصفحة بتاعتي، هتشد من فوق كده بايدك، هينزل لك الشريط دون عامله زي الماك بالظبط. هتيجي هنا عند الفيو وتيجي هنا عند الزوم ان، هتدوس زوم ان هيكبر لك الصفحة، تدوس فيو وتدوس زوم ان تاني هيكبر لك الصفحة بالشكل ده. طب لو انا عاوز ارجع للمقاس الاصلي هتدوس اكشوال سايز من هنا كده، هيرجع للمقاس الاصلي بتاع الصفحه. وفي كمان ميزه الترجمه الفوريه لاي لغه بضغطه واحده بس. ازاي؟ هتيجي هنا عند الفيو، وبعد كده هتيجي عند الترانسليشن وهتدوس عليها، وبعد كده هتدوس على ترانسليت ويب سايت، هندوس عليها. هو هنا الويب سايت معمول بالياباني فانا عايز اختار العربي، هدوس العربي بالشكل دون. هنلاقي ظهر علامه الترانسليت هنا كده، وهنلاقي الكلام كله اتحول بقى بالعربي. لو عملنا زوم مثلا بايدينا بالشكل دون هنلاقي الكلام كله بقى بالعربي. كمان التركه اللي بعدها وهي في السفاري برضو، لو انا عندي مثلا في السفاري صفحه زي دي وعايز اخد سكرين شوت للبيج كلها من اولها لاخرها، بكل بساطه هاجي هنا وادوس زرار الباور وزرار اللي يعلي من هنا كده، هلاقيه خد سكرين شوت. هدوس على السكرين شوت من تحت هنا كده، هلاقيه فتح لي التابه دي فيها فوق هنا سكرين وفي فول بيج. لو انا دوست فول بيج هلاقي الشكل اتغير بقى عامل كده. من على البار اللي على اليمين هنا اقدر ان انا من فوق كده جبت اول الصفحه، لو نزلت خالص كده جاب اخر الصفحه، يبقى انا خدت الصفحه كلها سكرين شوت بالشكل دون من فول بيج. طيب ولو انا دوست علامه الصح اللي فوق هنا اقدر ان انا كمان اسيفها بي دي اف، ملف بي دي اف مش بس صوره، كمان اقدر ان انا اخليها بي دي اف. طيب والتركايه اللي بعد كده وهي برضو في السفاري، لو انا مثلا فاتح التابه زي دي، بكل بساطه لو انا قفلت التابه بالغلط وعايز ارجع لها تاني، شايف علامه الصح اللي هنا دي، هتدوس عليها دوسه بس طويله، هيفتح لك الصفحه دي. من تحت هنا كاتب لك recently closed tabs، دي الصفح اللي انت قفلتها مؤخرا، او ممكن اللي كنت قفلتها بالغلط. تقدر انت تلاقيها بالشكل ده كده، مجرد ان انت هتدوس عليها هيرجعها لك تاني بالشكل ده. طيب والتركه اللي بعد كده خاصه بالكتابه والتعامل مع النصوص. هنخش على برنامج النوتس من هنا. اول حاجه عندي هو ان انا لو انا عندي تكست زي دون وجيت دوست عليه هيفتح لي الكيبورد العاديه جدا علشان اكتب. اقدر ان انا اعمل بايديا كده زوم اوت على الكيبورد، هلاقيها صغرت بالشكل دون. اقدر ان انا اتحكم فيها بحيث الكتابه عندي تبقى اسهل، وكمان ما تغطيش على اي حاجه انا عايزها تظهر وانا بكتب مثلا. ولو جيت على الكيبورد وعملت زوم كده بايدي هلاقيها كبرت بالشكل ده، رجعت لاصلها. كمان اقدر ان انا مثلا لو انا عاوز اقف عند حته معينه في الكلام هنا كده، بدل ما ادوس بالقلم ومش ممكن ما يلقطش كويس، او بايدي وممكن ما يلقطش خالص اساسا، ممكن ان انا احرك الكورسر ده. لو هو مش ظاهر قوي في التسجيل ولكن هو الاصفر ده، انا عاوز احركه بالظبط
ما بين مثلا حرفين، ما بين مثلا كلمتين، اقدر بكل بساطة ان انا لو دوست على المسافة اللي في الكيبورد توصل طويلة شوية، اقدر ان انا احركه بالشكل دون بكل بطء علشان خاطر يجي في المكان اللي بالظبط انا عاوزه يجي فيه. طيب ولو انا ايديا خرجت من الكيبورد دي، لو انا ايديا خرجت من الكيبورد زي ما انتم شايفين كده، عادي اقدر ان انا اتحكم فيه برضو زي ما انتم شايفين. انا بتحرك ايديا بره الكيبورد وهو بيتحرك معايا عادي بكل سهولة. كمان الطريقة التانية من غير ما انا ادوس على المسطرة اللي هنا، لو انا جيت بصباعين هنا وبعدين حركت صباعيني بالشكل دون، اقدر ان انا احرك البتاع الاصفر زي ما انتم شايفين كده بدون ما انا استخدم الكيبورد، هو بيتحرك معايا بالشكل دون. طيب ولو انا فرضا مثلا عايز اعمل باك، عايز ارجع، انا مثلا مسحت الكلام ده وعاوز ارجعه، الطريقه العاديه اللي انا لو هزيت الايباد هيعمل لي اللي هي الاندو، ان انا اقدر ارجع في الحاجات اللي انا عملتها مثلا. ولكن بدون ما تهز الايباد في طريقه، وهو انت تسحب بالثلاث صوابع على الشمال كده، يعني انا سحبت كده على الشمال رجع لي الكلام اللي انا كنت مسحته. كمان لو انا عندي صورة زي دي كده وفيها كلام وانا عاوز اخد الكلام ده كوبي، بس دي صورة اخدها ازاي؟ بكل بساطة هاخد سكرين شوت وافتحها كده. انا كده خدت سكرين شوت للصورة، بكل بساطة ان انا هدوس على الزرار اللي هنا دون، ده هيعمل ديتكت للتكست، كل التكست اللي موجود عندي في الصورة. تعالى كده لما ندوس ونشوف، لو دوست عليه عمل لي ديتكت لكل التكست اللي موجود، اقدر ان انا اترجمه. وكمان اقدر ان انا، هو عشان طبعا هو موقع ابل فبيقول لك ان هو ده ابل دوت كوم، لو دوست عليه هيفتح لي الويب سايت. اقدر ان انا كمان اخده كوبي، لو انا دوست على، خلينا مثلا ندوس على التكست ده، اقدر ان انا اعلمه بالشكل دون، اقدر ان انا اخده كوبي، اقدر ان انا اسلكت، اقدر ان انا اترانسليت مثلا، لو هالترجمه هدوس على الترجمه هتلاقيه بيترانسليت الكلمه اهو، كل التكست اللي موجود عندي في الصفحه بالشكل ده. لو انا مثلا خدت الكلام اللي موجود دون هنا كده كوبي، الكلام اللي انا خدته كوبي، لو انا عاوز هنا اعمل له بيست بكل بساطه هعمل الثلاث صوابع كده، ثلاث صوابع، يعني انا جيت عندي في ثلاث صوابع كده وعملت كده، الكلام اللي انا خدته من موقع ابل اللي هو اللي بالياباني اتنقل عندي كله، عم اتعمل بيست بالشكل ده. التركية اللي بعد كده وان انا اقدر ان انا اكتب بالقلم على اي مثلا بار زي كده، اقدر ان انا اكتب بيه تكست بدل ما انا ادوس واطلع الكيبورد، اقدر ان انا اكتب بالقلم. مثلا هكتب ابل دوت كوم بالشكل دون، هلاقيه كتبها لي على طول بالشكل دون، اقدر ان انا ادوس اخش عليها على طول. يبقى انا اقدر اكتب بالقلم بدل ان انا اكتب بالكيبورد. الكلام ده اشغله ازاي؟ لو انا دوست هنا على السيتنجز من هنا كده وجيت على الابل بنسل، حاجه اسمها السكريبل دي معموله اوف، هعملها اون وكده. اول ما اعملها اون كده خلاص اشتغلت معايا بالانجلش وطبعا العربي وكمان الياباني برضو، يعني بكل اللغات هيقدر يلقط الكلام اللي انت كاتبه. حاجة تانية خاصة بالابل بنسل، لو انت عندك صفحة زي كده تقدر انت تعمل عمليات حسابية زي مثلا 3 زائد 6 بيساوي، هنلاقيه حلها لك لوحدها. هتدوس هنا سولف، هنلاقيه كتب لك الإجابة وكمان بخط الإيد اللي أنت كاتبه، مش هتلاقيها مختلفة. لو أنا مثلا هنا جيت عملت جذر تربيع 2 مثلا، اتغيرت. طيب ولو انا عايز امسح الكلام ده كله هشخبط عليه كده وافضل دايس بالقلم لغايه ما يتشال لي كل الكلام ده. الحاجه التانية وهي السبليت سكرين، لو انا مثلا فاتح السفاري بالشكل ده وعاوز افتح صفحه تانية معاه مثلا، ولنفترض يعني هفتح مثلا الزوم، هدوس على الزوم كده واشده جنب السفاري، هتلاقي فيه زي اتزاح شويه على الشمال لان انا معايا برنامج تاني شايله. لو انا جيت على هنا الشمال هلاقيه اتزاح لليمين، لو انا عملت كده هيتزاح للشمال وهكذا. لو انا سبت البرنامج هيفتح جنبه، ولكن لو انا عملت كده على اليمين خالص هتلاقي اتعمل كده زي جوه زي جروب كده او جوه بتاع كده فيها سهم من هنا، ده هيفضل مفتوح مع الصفحه اللي انا فاتحها دلوقتي. يعني عندك اوبشن ان هو يفضل مفتوح على طول او ان انت تحطه جنب الصفحه بالشكل ده. لو انا حطيته جنب الصفحه هيبقى فاتح بالشكل ده. اقدر ان انا اعمل يمين وشمال اكبر حجم كل واحد منهم بالشكل ده. ده بينفع امتى؟ لما بتيجي مثلا تقرا حاجه هنا او بتذاكر من حاجه هنا وبتكتب هنا، او فاتح زوم هنا وبتعمل حاجه هنا. تقدر انت تفتح كمان اكتر من اتنين لان دلوقتي نظام الايباد بقى فيه حوار الويندو. يعني مثلا لو انا جيت على الجيميناي مثلا شدته معايا كده، اقدر انا افتحه هنا مكان دي او مكان ده، او لو انا جيت في النص هلاقي بص اتغير ازاي. هنا الشكل بتاعه عامل كده، هنا الشكل بتاعه هو لو جيت في النص هلاقي بقى مربع. لو سبت هلاقيه فتح بالشكل دون في نص الاتنين ما بين الزوم وما بين مثلا السفاري بالشكل دون، اقدر انا ايه اتحكم فيه زي ما انا عاوز بالشكل ده.
طبعا انا لو دوست دوسه مطوله على اللي فوق هنا اقدر انا اخليه سلايد اوفر، اللي هو يفضل ظاهر على طول اثناء التصفح بتاعي. اقدر انا اصغره او اكبره بالشكل ده. التركه اللي بعد كده وهي العدسه المكبره اللي اقدر استخدمها في الايباد. العدسه المكبره وهي الزوم ويندو، دي ميزه رهيبه جدا للرسامين او اللي نظرهم مثلا ضعيف. فعل خاصيه الزوم من الاعدادات من عند الاكسسبيليتي من هنا كده. هتيجي عند تاني واحده او تاني اوبشن وهي الزوم، هتلاقيها معموله اوف، هتكليك عليها. انت مجرد ان انت تعمل بس اون من هنا كده هتلاقيها ظهرت بتاع كده زي شاشة كده بتعمل لك زوم على الكلام. استخدامها لو انا مثلا عندي كلام زي كده صغير مش عارف اقراه، بدل ما اعمل زوم اوت وزوم ان اقدر انا ادوس بالثلاث صوابع كده دوستين على الشاشة هتظهر لي الزوم. هتقول لي طب الكلام فيها ما اختلفش كتير عن من غيرها يعني. من كل بساطة انت هتدوس كليك عليها من هنا كده وتقدر تختار حجم الزوم اللي انت عاوز يعمل عليه زوم بالعدسة. يعني أنا مثلا لو هي معمولة على أقل حاجة، لو أنا جيت كده زودتها وجيت دوست كده هلاقي الكلام عندي كبر والعدسة كبرت الكلام بالشكل ده. طبعا أجي أقدر أدوس من هنا أعمل زوم أوت، طبعا أغير في الفلتر مثلا، خلاص أغير كل الحاجات دي. كل الحاجات دي بتفرق بقى إيه، إن مثلا أخليها جري سكيل. أنا جيت كده بقى خلالي الصور مش ملونة أول ما أدوس عليها. التركية اللي بعد كده وهي من هنا من مركز التحكم من هنا بتاع النوتيفيكيشن. الباك جراوند ساوند دي صوت في الخلفيه انا بقدر ان انا اشغله علشان مثلا ممكن يساعدك المذاكره، او مثلا علشان انت تشغله بس وانت بتركز وانت بتذاكر او انت بتشتغل مثلا، فبيبقى برضه لطيف بدل ما انت تفتح اليوتيوب يجيب لك اعلانات وهكذا. بتشغلها ازاي؟ بكل بساطه هتنزل تحت كده هي الايكونز دي، لو انا دوست عليها دوسه مطوله اسمها الباك جراوند ساوند. ده مستوى الصوت معمول 80، اقدر انا اقلله او ازوده. واقدر ان انا اختار نوع الصوت نفسه. هو هنا معمول رين مطره، عندي كل الكلام دون اقدر انا اختار منه. لو انا مثلا دوست على كوايت نايت وبعد كده ارجع ودوست هنا كده اشغله، سامعين الصوت اكني قاعد في غابه مثلا. طبعا اقدر انا ازود او اقلل الصوت مش هنا بالشكل ده. اقدر انا اغير كمان خليه رين مطره نايت فاير، ازود اكني مولع نار وقاعد اشتغل. بتنفع جميله جدا لو انت قاعد بتشتغل وعايز تركز في حاجه وعايز صوت شغال كده ايه بس ايه يونس يعني. فدي برضو ميزه كويسه تقدر تستخدمها في الايباد. وخلاصه الفيديو ان الايباد مش مجرد ان هو شاشه كبيره وخلاص، الايباد فيه حاجات كتير جدا لو استخدمتها يبقى كده خدت التجربه كلها بتاعه الايباد. اللي عجبه الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واللي عنده اي استفسار او اي سؤال يبعت لي وهرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.